سدوسي لقب عبد بن ميدي غنى لكي محمد ديفنا لقبين قوسام محمد عارم جنين وهو أبو النعمان السدوسي كنياسا. حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق ونتانا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه. حدثنا لكم بن موسى حدثنا هيكل يعني من زياد الاوزاعي نتانا جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول ارضنا دوبا رمتكم ترفي دجيتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فضل ارض فليزرعها أو ليمنها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثني محمد بن عبد حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد أخبرنا الشيباني بن بكير بن الأخنس نتاين جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يؤخذ للأرض أجر أي يؤخذ عن الأرض أجر دكير دموسا فلتشون الأورك أجورا أو حظ تكاو قوني فلتمون الأورك لما نايل التنزيل مطابق دكير تكنا مكانته خيرا irraa fudhachuu maallaqa gartee maallaqa yoo fudhatte waan qabu midhaan hangana naa galchette irraa fudhachuu ni dhoorkeeyyan. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك ان طائن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ارض فليزرعها فان لم يستطع يزرعها وعجز عنها فليمنها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه. حدثنا شيء من ردنا ما قال سال سليمان بن ساطان فقال حدثك جابر بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها أو ليرزعها أخاه ولا يكرهها قال نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وحدثني الحجاج بن شعيب حدثنا عبد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعها. فقلت لسيدي ما أقول ولا تبيعها يعني الكراء قال إرادة فدي جنان قال نعم أين أنجي جان. حدثنا من موسى حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نعبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من الكسري دوبني أركنا جوان كشلو كبارا ومن كذا وانا كنارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ورد فليزرعها أو فليحرسها أخاه وإلا فليدعها. حدثني أبو طاهر وأحمد بن عيسى جميل بن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد بن أبي الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالمازيانة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكان من كان له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنعها أخاه فإن لم يمنعها أخاه فليمسكها. حدثنا ابو سنة حدثنا ابن حماد حدثنا ابو عوانة سليمان حدثنا ابو سفيان جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ارض فليهب او ليؤرها تكون ما اري يسوع جنجا. وحدثني الحجاج بن شهر حدثنا ابو الجواب حدثنا عمار بن زريق الامشي بهذا الاسناد. باتي عمار بن زريق غونا خان ابو وانا غدا أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا. وحدثني هارون بن سيد الليلي حدثنا ابن أبي أخبرني عمرو وابن الحارث أن بكر أن عبد الله بن أبي سلمة حدثني النعمان بن أبي أياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الأرض قال بكير. وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول كنا نكري أرضا أن عبد الله بن أبي سلمة سورة تتفايا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا ابن أخبرنا أبو قيس من أبي الزبير عن جابر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الأرض البيداء سنتين أو ثلاثا. وحدثنا سيد منصور وأبو بكر النبي شيبة وعمر الناقد وزيد بن أربين قالوا حدثنا سفيان بن نميد الأعرج سليمان بن وتيك عن جابر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بيع سنين. وفي رواية النبي شيبة بيع ثمر سنين. حدثنا سمن الولي الغواري حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يا ابن أبي كثير النبي صلى الله عليه وسلم والدروان النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له عرض فليزرعه أو ليمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا الحسن الألواني وحدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن أبي كثير أي يزيد من أخبرنا جابر بن عبد الله أخبرنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابرة والحقول فقال جابر والمزابرة الثمر بالتمر والهلوك كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني من الضرماء القاري عن سهيل بن ابي سالم نبي هريره قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقله والمزابنه. وحدثني ابو طارق بن ابن ابي بن مالك بن انس داود بن حسين ابا سفيان مولى بن ابي احمد اخبره انه سمع ابا سيد الخدري يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمواقله. والمزابنه اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمواقله كراء الارض. حدثنا ابن ابو الربيع الاتقي قال ابو الربيع حدثنا وقال يا اخبرنا احمد بن زيد بن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا نرى بالخبر بالخبر خبرتي قلت مدينتي
باسنا كان وقع أيام نتانيا فزعم رافي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه من إمارة ابن الزبير قلت أمن درا موتما المزبير را توتيا فزعم رافي كجيجا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قلت مدير أنا دور كانوا جيجي وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان وحدثنا لي بن حجر وابراهيم بن زيد قال حدثنا اسماعيل وابن ليث عن ايوبها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيل حدثنا سفيان كل من امر بن درهم بهذا الاسناد مثله باتي كل جرى غينيا ذاتي جهنم بن زيد غنا وزاد امرني دي حديث ابن يد فتركناه من اجله اكاسي حديث دنيا شريف نجي وعدني لمن وجن الدنا اسماعيل بن ايوب نبي سخيل المجاهد قال ابن ملكت منانا رافي نافع عردنا وعدنا ابن اخبرنا يزيد بن زرين ايوب النافع ان ابن كان يكري مزاري ولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي امارة ابي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافه ما تبلغه في اخر خلافه معاويه ان رافي بن خديج يحدث في بناء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وانا معه فساله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انكر الى المزاري فترك ابن بعد وكان اذا سئلنا بعد قال زعم رافي بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحدثنا ابو ريوه ابو كامل قال حدثنا عماد وحدثني لي بن حجر حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد مثله باتي كلا جرخايا خالد رسول ايوب كدبره وزاد في حديث ابن لي قال فترك ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها وحدثنا ابن حدثنا بيدنا وبيد الله النافع قال ذهبت مع ابن عمر الى رافي بن خديج حتى اتاه بالبلات انغا سمت مال اسبال ترت ترفجن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزاري وأن النبي قلب وأجج من شهر قال حدثنا زكريا بن الدين أخبرنا وبيد الله بن عمرو زيد بن حكيم النافع عن ابن عمر أنه أتى رافع فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كم قرأ زاخنا وبيد الله قرأ درس نافع والجلد يمه حسين يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن النافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال فنبي حديثا الرافي من خديج قال فانطلق به معه إليه قال فذكر بعد عمومته وذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره وحدثني محمد بن حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون بهذا الإسناد باتي يزيد قونا ذاتي حسين قونا ماس وقال فحدثهم بعد أمومته النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الملك بن شيخ بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني وكيل بن خالد بن شعب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغ أن رافع بن زيد الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سميت أمية وكان قد شهد بدر يحدثان آل الدار ورمنات خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرى ثم خشي عبد الله يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض باب كراء الأرض بالطعام وحدثني لم يرد سعد ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل وابن ليث عن ايوب يا بن حكيم عن سليمان بن سنان الرافي بن خديج قال كنا نهاكل الارض لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان لنا نافع وطواعية الله ورسوله أنفوا لنا نهانا أن نواكل بلد فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرع أو يزرعها وكره كراها وما سوى ذلك وحدثنا يا ابن اخبرنا عماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي الى ابن حكيم قال سمعت سليمان بن سري يتسرى بن زيد قال كنا نواكل بلد فنكريها على ثلث والربع ثم ذكر مثل حديث ابن علية ثم ذكر ايوب بن دبته مثل حديث الموليات دبته اجن عماد مويوب اسماعيل الموليات غريب جنس ايوب الراغرينيس لك ذكرنا عماتي نعم وحدثنا من ابي حدثنا خالد بن الحارثنا وحدثنا عمرو بن اللين حدثنا عبد الله وحدثنا اسحاق بن اخبرنا عبد كل من ابن بيزو وبدا يالا بن حكيم بهذا الاسناد مثله قاتل مربو ابو رواغوتن ذات ايوب قرايا وحدثني ابو طاهر اخبرنا ابن ابي اخبرني جرير بن عازم يالا بن حكيم بهذا الاسناد وحدثنا جرير قونا خان ايوب مغونا الرافي بن خديج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ان بعد جرير جن بعد امتي خان جچو حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسم سيرين حدثني ابن حمزه حدثني ابو امر الاوزاعي بن النجاشي مولى رافي بن خديج رافي ان زهير بن رافي وهو عمه قال
أتى زهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. أمرين ولافتو تاتر راجع. فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق. قال أكجيجي سألني كيف تصنعون بما ميوان في شافتني تكم دلائدن جين نقافته. فقلت نواجرها يا رسول الله إلى الربع ما قتفا نوقتا جنة كريسنان أو جيني الأوسك من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا إزروها أو إزريوها أو أمسكوها. أكنا نانجيجي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن وادي عن كريمة بن عمر عن ابن نجاش النافع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. باتي إكرمة رجونا كانت درسان أبي نجاش خدبره. ولم يذكر عن أمه زهير. باب كراء الأرض بالذهب والورق. باب جواز كراء الأرض والآية. حدثنا ابن يحيى قال قرات ولا مالك الربيعة بن ابي عبد الرحمن ان نزلت من وكيس النص على رابع وخزي كراء الأرض فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء الأرض قال فقلت أبي الذهب أو والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي الربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني نزلت من وكيس الأنصاري قال سألت رافع بن كراء الأرض بالذهب والورق قال فقال عباس انما كان الناس يهاجرون على النبي صلى الله عليه وسلم على المازنة واقبال الجداول واشياء من الزريف فيعلق هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويعلق هذا فلم يكن للناس كلا الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء مال فمضمون فلا باس به. حدثنا عمرو بن حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد ان انزلت الزرقي انه سمع رافع يقول كنا اكثر الانصار حقلا. قال كنا نكرر الدل ان هذه ولهم هذه فربما خيط هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك واما الورق فلم ينهنا. حدثنا ابو الربيع حدثنا مازنا وعبد الله بن سناتنا يزيد بن هارون جميعا ايام بن سعيد بهذا سناتنا وهو باتي جميعا يلقايا ذاتي شو سفيان قرا. باب في المزارات والمؤاجرة. ارتا في خليفة سوان رفه. حدثنا ابن اخبرنا عبد الواحد بن زيادنا وحدثنا ابو بكر بن شيبة بن مسير الكلام عن الشيباني عبد الله بن السابين قال سألت عبد الله بن معاذ عن المزارعات فقال اخبرني ثابت بن الذاكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعات وفي روايه النبي شيبه انها انا وقال سالت ابن معاذ ولم يسمي عبد الله إن ابن جميل كنا سلفنا يا ابن محمد اخبرنا ابو معاذ سليمان بن اما نايتنا تنزيا لنا عن عبد الله بن السابين قال دخلنا على عبد الله بن معاذ فسالناه عن المزارعات فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعات وامر بالمهاجره وقال لا باس بها باب الارض تمنه. لكن خنمتي بابا جو. حدثنا يا ابن اخبرنا محمد بن زيد عن امر ان مجاهد قال لطاووس انطلق بنا الى امراه فاسمع منه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره. يسوفه. قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلت ولكن حدثني هو من هو اعلم به منهم يعني من عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمنع الرجل واخاه ارده خير له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما. وحدثنا ابن ابي مراد حدثنا سفيان عن امري وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابره. قال امر فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره فانهم يزومون النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره فقال اي امر واخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها انما قال يمنع احدكم اخاه خير له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سعد بن ايوب وحدثنا بكر بن شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا وكينا سفيان ها وحدثنا من رومين اخبرنا ليس بن جريج ها وحدثنا ابن هجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كل من امر بن دينار عن طاووس بن عباس بن صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. نونتي كل يلغينا خانز درسما امر المدينه القدم يلغينا سفيان فا حماد فا او في كلمتان. وحدثني عبد المجيد بن محمد الرافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق بن معمر بن طاووس النبي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. شيء بكم تباني يجو. قال وقال ابن عباس هو الحق. قال او سكجي ابي سنيا علمي عباس سكجي هو الحقل شيء معلوم انتن كنو هكلي خراس جامتي يجي وهو بلسان الانصار وهو هكلي كن لغة انصاراتي المحاكلة دكي خريسو ينجيكو. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا عبد الرحمن بن جعفر الركي وحدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن عبد الملك بن زيد عن طاووس بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عرض فانه ان يمنع اخاه خير. عن عبد الملك بن زيد صندوق القرى عن عبد الملك بن ميسرة جيتو قال ابن زيد ابن ميسرة قد
دوغراني كذغران باب المساقات والمعاملة. أجرب الله